يا مساء الفل، كلنا مذنبون في صفقة المهاجم للنادي الأهلي. إيه يا عم الكلام الكبير ده وكلنا مذنبين ليه وأنا مالي يا لمبي والكلام ده كله أنا مقتنع بيه وحاسس بيكم. لكن لما نيجي النهارده نتكلم أو أنا عايز أقول لكم أنا ليه اتكلمت عن صفقة المهاجم في النادي الأهلي، إني لقيت معلومة صعبة جدا جدا جدا. اكتشفت ان النادي الاهلي كده، عملت احصائيه لقيت ان النادي الاهلي صارف فوق ال 20 مليون دولار على صفقه المهاجم فقط، مش كل الاجانب، صفقه المهاجم فقط، ده غير مرتباتهم في اخر 10 سنين. فقلت اعمل احصائيه كده واعرف ايه سبب فشل المهاجمين اللي بتيجي النادي الاهلي. اسهل حاجه ان احنا نقول يا عم ما بقاش في عماد متعب، ما بقاش في فلافيو، اصل المواهب قلت. والكلمه دي بتعصبني جدا، واحد يجي يقول لك ايه اصل ما بقاش في مواهب. مواهب ايه؟ ما هو لو ما فيش مواهب ما كانتش الفرق اللي هي مشتركه معاك في نفس القاره يا بيه كانت عرفت تجيب مهاجمين. ما انت بص على الفرق اللي حوالينا، شمال افريقيا وفي جنوب افريقيا وفي غرب افريقيا، كل قاره بتلاقي مثلا 70 80% من الفرق دي عندها مهاجم سوبر. طب المهاجم ده هم جابوه ازاي؟ ما هو مفيش مواهب. لا، هو في مواهب بس المشكله عندنا احنا في كذا حاجه. طيب، هل هو الكلام يبقى صح او منطقي ان انا اجي اقول لك الاهلي مش عارف يجيب مهاجم في اخر 10 سنين علشان لجنه الكوره عينيها وحشه؟ طيب، هل منطقي اني اجي اقول لك اصل اللعيب وحش؟ ما هو الموضوع ما بتحسبش كده. ما دام هنتكلم كوره لازم تفكر ايه سبب فشل مركز زي ده في النادي الاهلي في اخر 10 سنين بنادي بحجم النادي الاهلي. انا ليا وجهه نظر ان احنا في 4 محاور مسؤولين عن قصه المهاجم او قصه الصفقات عامه والمهاجم خاصه. يعني الموضوع ما بيترميش كده في العموم، كل واحد يقول اللي بمزاجه. لا، هم 4 نقط مسؤولين عن صفقه او فشلها او نجاحها، ملهمش خامس. رقم واحد لجنه الكوره او بين قوسين لجنه التخطيط. رقم اتنين الاداره الفنيه اللي بتتغير كل سنه وسنتين في النادي الاهلي، وكل واحده انا هشرحها لكم بالتفصيل يعني. تالت حاجة ودي حاجة مهمة جدا، اسمها شخصية اللاعب. شخصية اللاعب اللي ينفع يلعب في النادي الأهلي. رابع حاجة ودي اللي هتصدمك، وهي رابع مشكلة عندنا، هو جمهور النادي الأهلي نفسه. ومش عايز حد يزعل من كلامي ويفهم الكلام بطريقة معينة. أنا قلت 4 محاور منهم آخر حاجة جمهور النادي الأهلي ليه دور سلبي في القصة دي. طب يا عم أحمد اشرح لنا النقط دي وتقول لنا كل حاجة أنت قصدك منها إيه. نمسك لجنة التخطيط. لجنة التخطيط هي على الورق هي اللي بتجيب اللعيبة، او المدير الفني بيرشحها وهي تجيبها، بس ده دورها ان هي اللي تجيب له اللعيبه او ترشح له لعيبه هو اللي يختار. طب احنا في اخر 10 سنين النادي الاهلي جاب مين مثلا؟ مش هقدر اسرد لكم كل الاسامي اللي الاهلي جابها، لكن هنفتكر مثلا من ايام هاني العجيزي واحمد رؤوف وصلاح الدين سعيد وبيتر ايمومبي ولا ايمبوي مش فاكر اسمه اصلا، ومرورا بقى مين تاني، وليد ازارو، اجاييه، ايفونا، جون اندوي، شادي حسين، محمد شريف، واخرهم ايه، موديست. طيب، هل اللعيبه دي ووليد ازارو طبعا مش فاكر انا قلت ولا لا. طيب، اللعيبه دي جت، اللعيبه دي وحشه؟ هو ده السؤال. لا، هي اللعيبه مش كلها وحشه. لو عايز تحمل حد في لجنه الكوره او في لجنه التخطيط، تيجي تحمله واحد زي صلاح الدين سعيدو وبيتر امبوي ده، ودول بس اللي هتكلم عليهم. مش هدخل في حد تاني ان في لعيبه كتير برضو يعني ما كانتش مقيمه كويس، لكن دول لعيبه من الاساس واضحه، الاثنين دول بالذات انهم لا يصلحوا للنادي الاهلي. لجنه التخطيط بقى اللي موجوده دلوقتي او لجنه التخطيط اللي كانت موجوده قبل كده، انا مش بتكلم على اسامي، انا بتكلم في وظيفه المحور ده. الناس دي بتعمل ايه؟ اللعيبه دي كانت لا تصلح اصلا انها تخش من قدام او تعدي قدام بوابه النادي. طيب، ده كده خلصنا من لجنه الكوره. ركز النبي معايا في الكلام ده علشان الكلام ده مهم. طيب، نيجي للنقطه اللي بعدها. زي ما قلنا، الادارات الفنيه اللي بتتغير في النادي الاهلي. هل في اداره فنيه في النادي الاهلي كملت اكتر من سنتين في اخر 10 سنين؟ محلي او اجنبي؟ مفيش. وهنا دي مشكله. ممكن يبقى لعيب وحش فعلا، لكن دور على اي مدرب او مدير فني مسك النادي الاهلي لازم يمشي او يصفي المهاجم اللي كان المدرب اللي قبله جايبه. حلو وحش انا ماليش دعوه يا باشا، مش انا اللي جايبه ما بيخدمش خطتي. طب انا اعمل لك ايه يا باشا؟ طب جربه. لا، انا مش هجرب، انا عايز مهاجم يخدم خطتي اللي انا متاكد انه هينفذها، وما بيحصلش اصلا بنسبه 90% ما بيحصلش. زي ايه مثلا؟ وليد ازارو.
الراجل كان هداف الدوري، ودي ما حصلتش من سنين قبلها كتير ان هداف الدوري يطلع من النادي الاهلي. وليد ازارو خلص الموسم هداف الدوري، جه فايلر ما اقتنعش بيه، لا يا جماعه اعرضوا الراجل للبيع. طب يا عم استنى يهديك يرضيك يتعرض للبيع. مشي فايلر، جه موسيماني. ايه يا عم موسيماني؟ جه المهاجم اللي كان في النادي الاهلي، كان مين ساعتها؟ اليو بادجي. كويس ان انا كاتب اسمه. الراجل قال لك لا، بغض النظر احنا عارفين المشكله اللي حصلت في ماتش سان داونز لما كان موسيماني مدير الفني لسان داونز، والراجل كلمه ازاي وردوا على بعض ازاي. لكن لا، انا مش مقتنع باليو بادجي. يا عم ده الراجل هيكسر، انا جاي لك من المستقبل بقول لك انه هيكسر الدنيا في اوروبا وفي الدوري الفرنسي الدرجه الثانيه. لا والله انا مش عايزه يمشي. طب اللاعب ده كده اتحكم عليه؟ اللاعب ده اتشاف ولا اتظلم؟ سؤال ملوش اجابه على فكره. يعني في واحد يقول لك ممكن يبقى خد فرصه وما نجحش، واحد تاني يقول لك لا هو لا يصلح انه يلعب مع المدرب ده. طيب نيجي للنقطه الثالثه اللي قلت لكم عليها في الترتيب، شخصيه اللاعب. في لعيبه ممكن تيجي النادي الاهلي تبقى كويسه، لكن ما عندهاش شخصيه النادي الاهلي. شخصيه النادي الاهلي دي رقم واحد تستحمل ضغوط، تستحمل ضغط جماهيرك قبل جماهير الخصم، انك تبقى فاهم في الملعب ان انت لما كنت بتلعب في فرقه اسلوبها ان هي اي فرقه قدامها بتهاجمها، انها فرقه ضعيفه، لكن لما اللعيب ده بيجي الاهلي بيلاقي الفرقه اللي قدامه اغلبيتها بتترصص قدامه، فما بيلاقيش المساحات، ما بيلاقيش السهوله انه يجيب اجوان زي في الفرقه اللي كان فيها قبل كده. واكبر دليل واحد زي هاني العجيزي، ربنا يمسيه بالخير، الراجل كان جايبينه هداف. طيب مروان محسن، الراجل جاي من الاسماعيلي هداف الدوري المصري، والراجل معجون في الدوري المصري، يعني لا هيحتاج وقت انه يتاقلم، ولا هيحتاج وقت انه ياخد على الفرقه ولا الاجواء والكلام ده كله، وراجل هداف في كل ماتش مع الاسماعيلي كان بيجيب جون وجونين. الراجل لعب، ربنا ما وفقوش، الجمهور ابتدى يضغط عليه ويهاجمه وينتقده، الراجل طلع بره تركيزه. ومن المفارقات الكوميديه جدا اللي شفناها في الدوري المصري ان هو ما استحملش نقد الجمهور، فبقى بيطلع باباه هو اللي يرد على الجمهور في البرامج الرياضيه. تتفرج على برنامج تلاقي مداخله مع والد الكابتن مروان محسن. ايه يا جماعه المسخره دي؟ لا انت بتضحك، طب انت عايز تضحك اكتر، ده مروان محسن نفسه عمل اعلان لشركه ريل استيت، تسويق عقاري، ان هو عايز يشتري فيلا، فعشان هو بيضيع فرص كتير فهيمسك في الفرصه دي انه يشتري الفيلا بالسعر اللقطه ده. الراجل نفسه بقى بيسف على نفسه، يعني انت متخيل احنا وصلنا لايه؟ انا مش هستحمل الضغط. طب بابايا هيبتدي يطلع يتكلم هو في الاعلام ويقول للناس لا انا ابني كويس، بعد كده بقى هو اللي ابتدى يعمل اعلان، ما هو عجبه الفكره، لا طب انا ازاي استفاد منها؟ ده شخصيه لعيب نادي اهلي؟ ليه كل الاحترام، لكن هل ده يصح انه يلعب في النادي الاهلي؟ دي شخصيه لاعب. انا مش بلوم مروان، انا بلوم اللعيب اللي جه من غير ما الناس تشوف شخصيته. نفس القصه مع ازارو، راجل هداف الدوري، اول موسم هداف، تاني موسم الدنيا ما كانتش ماشيه معاه، اكتر واحد ما استحملش ضغط الجمهور، هرب فلق، قال لك الراجل ده قال لك انا مش هلعب في الدوري، خلاص انا عايز اطلع بره مصر. فعشان كده شخصيه اللاعب بتفرق جدا في الانديه الكبيره، بالذات نادي زي فريق زي النادي الاهلي. نيجي لرابع حاجه، جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي هو مشكلته انه ما بيستناش على حد. يعني لعيب زي بواليا جاي ما جابش هاجم، وليد ازارو ابتدى يخرف يمشي، موديست انا مش هستنى عليه، اخرهم محمد شريف وشادي حسين. شادي حسين دول ما خدش فرصه، بغض النظر نتفق او نختلف ينفع ولا ما ينفعش للنادي الاهلي، الراجل ما خدش فرصه. لكن نيجي نتكلم على واحد زي محمد شريف، الراجل سنه واثنين هداف، ثالث سنه الدنيا خستعت منه شويه، لا يا باشا احنا محتاجين مهاجم ومحمد شريف لا يصلح حتى لو هو لا يصلح جمهور الاهلي ما استناش عليه، ما بصش لرصيده. ده عيب في جمهور النادي الاهلي، اللي يزعل من كلامي يزعل، ده عيب، دي مش حاجه كويسه عندنا ان انا اللعيب اللي يضيع يبقى لازم يمشي بره النادي. وهجيبها لكم من الاخر، في كل انديه مصر وبالذات النادي الاهلي برضه، عشان انا بتكلم على مهاجمين النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي ما بتستناش على لعيب غير الصفقه الجماهيريه فقط. يعني انا عايز النهارده مثلا كهربا ده صفقه جماهيريه، لا والله كهربا انا هستحمله، في الاول كهربا ما كانش ماشي كويس، لا ده هيجي منه كهربا كسر الدنيا، ادي احنا قلنا لكم كهربا لعيب، كهربا الدنيا بتقع معاه، لا والله كهربا لازم يمشي ولا يصلح للنادي الاهلي كمهاجم، على مش هقول ان الناس قالت يمشي، بس يا كهربا يلعب وينج ما يلعبش مهاجم. يا جماعه ده الموسم اللي فات هو هداف الفرق، لا
محمد شريف هداف الفرقه يا جماعه، لا يمشي. انا بحكي لكم على الصفقات الجماهيريه. حسين الشحات كان مستواه في الاول وحش، بس انا مش عايز اطلع بره نطاق ان احنا نتكلم عن المهاجم. لكن بصوا حسين الشحات كان اتعامل ازاي اول ما جه. ما كانش مستواه حلو، لكن عشان هو صفقه جماهيريه والنادي هو اللي طلبه والجماهير، الناس استنت عليه. طيب يبقى احنا كده وصلنا لايه؟ وصلنا يا جماعه ان الكلام ما يتقالش في العموم الدنيا صعبه، ما بقاش في مواهب، اصل ما بقاش في حد في افريقيا. الكوره زي ما هي ما بتتغيرش. الموهبه دي مش حاجه تدفع فيها فلوس، ما بقتش موجوده، مش منتج فتقول ما بقاش موجود الموهبه. لا، الموهبه موجوده، بس انت تدور عليها وتعرف تجيبها تتاقلم وتتلائم مع شخصيه ناديك وضغط جماهيرك. ايفونا حظنا ان هو اتباع. انا برجعك شويه لورا معلش. جون انطوي راجل جاي اعتقد كان من الاتحاد ولا مش فاكر كان جاي منين، هداف جه الاهلي. مشكله مع كابتن حسام البدري ما لعبش، طلع ليبيا، راح هداف، رجع مش عارف فين ولا الشباب السعودي باين، رجع هداف، رجع هنا ما لعبش، ما عرفش يجيب اجوان. مشي مشي مشي. عشان كده لما ابدا لك الحلقه واقول لك كلنا مذنبون في صفقه مهاجم النادي الاهلي، والله انا مش ببالغ ولا بحور ولا بعظم في الحلقه ولا، كلنا مشاركين في الجريمه دي. تاني، الاربع محاور مسؤولين عن فشل المهاجم في اخر 10 سنين اللي اتصرف عليهم فوق ال 20 مليون دولار غير مرتباتهم. ومش بتقولهم بالترتيب اولويات او اهميات، هم الاربعه كده. لجنه الكوره مسؤوله انها ما بتعرفش تجيب لعيبه شخصيه النادي الاهلي وتنفع مع النادي الاهلي زي صلاح الدين سعيدو وبيتر ايبومبوي. رقم اتنين، الاجهزه الفنيه بتتغير عمال على بطال دي. اه ماشي، ممكن سنه وسنتين، ده في انديه كتير بتعمل كده. بس انا لازم ادي المدرب الجديد المهاجم ده يجربه، ما يجيش يقول ده مش اصلا مش انا اللي جايبه فمحدش يلومني ومحدش يجي يقول لي انت خسرت ايه، اصلا مش ده اللعيب اللي انا جايبه. ما فيش الكلام ده. في سكاوتنج تيم وفي لجنه كوره وفي مجلس اداره وفي شركه كوره هي اللي بتحدد للمدرب. اه هجيب لك اللي انت عايزه، بس ده ما احنا جايبينه برقم، ده ما بيترميش كده. تالت حاجه شخصيه اللاعب. تاني، شخصيه اللاعب تفرق قوي. اللعيب ده هيستحمل ضغوط جماهيره مش جماهير المنافس ولا لا. الخصم يضغط عليك ده عادي، هتستحمل جماهيرك. اشوفه بقى في الماتشات، اشوف قبل ما اجيبه الراجل ده في الماتشات الاوي بيعمل ايه بره ارضه، بيعرف يجيب اجوان ولا لا. لما لو لعب في افريقيا بيعرف يلعب بره تحت الضغوط ومع جماهيره، لما يكون خسران بيعرف يقف في الملعب كويس ويكمل بنفس التركيز ولا بيطلع بره تركيزه. ورابع حاجه جمهور الاهلي. جمهور الاهلي لازم يستنى على اللعيبه. احنا مش هنجيب ان جمهور الاهلي عنده مبدا. انا بتكلم على كل الانديه بس الاهلي اخص. انا هجيب لعيب لازم يجيب جون النهارده اول ماتش ليه. يا عم والله العظيم هالاند لو جه الاهلي مش لازم يجيب جون اول ماتش. بنزيما لو جه الاهلي مش لازم يجيب جون أو اول ماتش ولا تاني ماتش، وممكن تالت ورابع كمان. مش في حاجه اسمها التاقلم على الفرقه، وفي حاجه اسمها الاجواء العامه، وفي حاجه الخطه بتخدم طريقه لعب ولا لا. انا لا بدافع ولا بهاجم على مهاجم معين. موديست راجل وزنه زايد، راجل بقاله سنه قاعد في البيت بيتمرن بس ما بيروحش نادي، وكان دورتموند وكل ده على عيني وراسي. بس السؤال هنا عشان برضه الناس تحكم على موديست. موديست انا وانت شايفينه مهاجم وحش، بس برضه بص بنظره تانية. موديست انا جايبه مهاجم صندوق، اللي بيخلص بالهيد، اللي بيخلص من كور العاليه. هل خطه الاهلي بتخدم على موديست؟ يعني انت فكر فيها. موديست مثلا بيجي له خمس ست كور عرضيه فبيلعبهم بدماغه بره الثلاث خشبات. هو الراجل ما بيجيلوش، انا وجهه نظري الراجل ما بيجيلوش الطريقه اللي هو اصلا احنا جايبينه عشان، يعني احنا جايبينه عشان حاجه معينه احنا ما بننفذهاش. مشكله كبيره في النادي الاهلي موضوع المهاجم، زاد عن حد بيقول لك داخل في 10 سنين. وكان لازم، بس عشان برضو احنا بنتكلم مع بعض كلام كوره شويه، فكان لازم اوصل لكم النقطه دي. الكلام ما بيتقالش في العموم، اصلا مفيش مواهب، اصل اللعيب ده مش حلو، اللعيب ده لجنه الكوره جايباه كده، الجمهور مش عارف. والله هم الاربع محاور اللي انا قلتهم لكم دول، هم دول مربط الفرس. هم دول لما تربطهم ببعض هتعرف مين اللي غلطان ومين اللي مقصر في صفقه المهاجم في النادي الاهلي على الاقل في اخر 10 سنين. يا رب ما كنتش طولت عليكم، ويا رب يكون وصلت لكم وجهه نظري، واشوفكم في حلقه جديده. سلام.